لو انت مدير وكل هدفك انك تحافظ على الكرسي بتاعك، تعال اقولك على شوية خطوات تساعدك في الموضوع ده. بص يا سيدي، رقم 1، اول حاجة تعملها لما تبقى مدير انك تمحي اثر اي نجاح اتحقق قبلك، ولو ما قدرتش تعمل كده غير ملامحه وانسب الفضل لنفسك. 2، اي حاجة تقولك عليها الادارة العليا تقول حاضر، ولو فكروا في يوم ياخدوا رأيك قول لهم انا ماليش رأي، اللي تشوفوه هو الصح. 3، لازم يكون عندك جواسيس بين قوسين عصافير بينقلوا لك كل حاجة بتحصل، ويا ريت محدش يعرفه. 4، لو عندك موظف شاطر وخايف ان اسمه يظهر وياخد مكانك، اتعامل معاه بطريقة من 3: ارفده، انقله، شغله في مكان مش بيحبه، واستنى له غلطة وعاقبه. اختيار الطريقة بيعتمد على مدى خوفك منه. 5، المبادئ والأخلاق والضمير دي شعارات بنقولها في الاجتماعات وبنعلقها في المكاتب، لكن لو حد قرب من الكرسي بتاعك الكلام ده مش هيكون موجود. 6، لازم تعرف حاجة عن كل حاجة، ويا ريت معاهم كام كلمة انجليزي على كام مصطلح، الحاجات دي بتنفع وقت الزنقة. 7، أي مشكلة تحصل عندك قول معرفش، ودور على أضعف حلقة في السلسلة شايلها النتيجة. 8، رئيسك المباشر بيفهم في كل حاجة، وأحسن مدير في التاريخ يوم حفلة المعاش بتاعته، ده لو اتعمل له حفلة يعني، امسح رقمه وما تروحش الحفلة. 9، ما تعرفش الناس اللي بتشتغل معاك كل حاجة وما تديش معلومة كاملة، خلي الناس دايما محتاجالك. 10، لو بإيدك تختار القيادات اللي بتشتغل تحت إيدك، اختارهم ضعاف الشخصية، عاوزين ناس بتقول حاضر وطيب ونعم وبس. 11، دايما بيكون في مراكز قوة بينها صراع دايم، عاوزك تتابع الحرب دي من بعيد وتستفيد من كل طرف فيها في الوقت المناسب. 12، لو حد سألك بتشجع مين قوله بشجع اللعبة الحلوة، ولو قالك رأيك ايه في موضوع ديني معين قوله اسأل شيخ الأزهر، ولو كلمك في السياسة قوله أنا مع مصلحة البلد. 13، لازم تكون حافظ اللوائح والقوانين وعارف بتستغلها ازاي وامتى، ولو حد سألك ليه وازاي قوله اللائحة بتقول كده، ما هو طبعا لازم يصدقك لأنه ما يعرفش اللائحة فيها ايه وعمره ما شافها. 14، هتستفيد ماديا ازاي من منصبك؟ النقطة دي بقى مش هقدر اتكلم فيها لأن الموضوع بحر واسع وكل واحد وموهبته. 15، لو ربنا كرمك ووصلت لسن المعاش تليفونك مش هيرن إلا كل شهر مرة، ولو رن قبل كده هتلاقي المدام بتقولك هات طلبات البيت، أو اشحن كارت الكهرباء، أو هات التموين، أو تعال ارمي الزبالة. ساعتها اتأكد إنك نجحت 100% إنك تكون مدير ناجح وتحافظ على الكرسي بتاعك. ألف مبروك.